السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم الحلقه اللي غتعرض يوم الاثنين على دوزيام. هذه الحلقه كتضم العديد من الاحداث الشيقه. خليكم مع الفيديو الاخير باش تعرفوا على التفاصيل وفرجه ممتعه. البدايه مع عائله كاليلي والضياف ديالهم اللي كيتعشاو وكانوا فرحانين مع بعضياتهم. غتسولهم اسيا فين هي اميره، غتقول لها سميه هي اللي كانت ناقصانا. مراد غير مغوبش واحد الراسو، غيقول ليه مصطفى شنو بيك ما كتاكل ما كتشرب وغير مغوبش بحال هكا، اصلا انا راه معصب منك من بعد داكشي اللي درتي. الشيخ عثمان غيقول مصطفى ماشي وقته دابا. قال لي مراد وعلاش ماشي وقته؟ مراد ما عجبوش الحال وهو انت يمشي. اسيا غتقول لهم اليوم ديك اللفعه ديال الرقيه راه جات لعندنا للدار وهي عندنا حماتي تصابت بجلطه. كلشي قالوا لها شنو جلطه؟ غتقول لهم سميه هاني قدامكم راه بخير ما بيا والو بلا ما تخافوا. مصطفى تعصب قال لهم علاش ما قلتوش هادشي من الاول؟ انا مراد خرج للجرده وهز تليفونو وكان بغا يتصل بسحار. جات عنده اميره غيقول لها بلا ما تبقي تابعاني بحال ضلي. قالت لي صافي واخا بلا ما تعصب مني وتمت غاديه. غيعيط ليها مراد غيطلب منها السماحه. قالت ليه ماشي مشكل. نضر الصديقه ديالك ياك؟ سولها كيفاش عرفات؟ قالت لي راه كلشي واضح. ساحر مسكينه حتى هي ضحيه من ضحايا ديال فيصل بلا ما تلومها، هي بحالي بالضبط. داك الحقير خطف ليا ماما وهو الوحيد اللي عارف بلاصتها. ما عرفتش دابا كيفاش غنتلاقاها وما عرفتش اشنو كندير عندكم هنا. انا وجيهان خاصنا نمشيو من هنا ولكن ما عرفتش فين غنمشيو. صافي غير نسى واسمح ليا اصلا اللي فيك كافيك. ومن بعد بينو واحد راجل تلاقى فيصل في وسط البحر، حطو في السفينه ديالو وداه لدارو. غتقول ليه مراتو شكون هذا اللي جايب معاك؟ قال لها بعدي شويه وهو انت حطو فوق الناموسيه. كنرجعو عند عائله كليلي. سميه داها الناس فوق الطبله. غيقول لها مصطفى نوضي امي نسي في بلاصتك وغدا غنديك عند شي طبيب اخر نشوفوا موضوع هاد الجلطه. قال لي انا غير تكونوا معايا ولادي وغنكون بخير. غير مشات الشيخ عثمان غيقول لنفس بغيتك تصايبي ليا واحد الكاس ديال القهوه. قالت لي واخا عمي. غتقول لها اسيا تسناي هاني غنمشي معاك. مشاو. مصطفى غيقول طاهر ما فهمتش كيفاش حليتي الحبل في وسط البحر، شرح ليا. طاهر غيتفكر ملي كان هو وعلي في العسكر وكانوا كيديروا لهم مينوط وكيطلب منهم يحلوه بوحدهم. وقال لمصطفى ربي ينجاني لان عمري باقي طويل. غيقول لهم الشيخ عثمان كل شر كيجي موراه الخير وبدا كيعاود لهم واحد القصه. ومن بعد بينو اسيا ونفس جابوا لهم القهوه. مصطفى غيقول طاهر اشنو بالك نشربوا القهوه من على الفاخر؟ قال لي الطعم ديالها غيكون مبدل. هنا جيهان درت اشارات لاميره غتقول لها كتقصدي ان نفس بحال ماماك وشيرت لها براسها. قال لها اميره نفس ظريفه بزاف حتى انا كتعجبني. دازت حداهم سميه وشافت فيهم شي شوفات خايبين ومشات. اميره غتقول لجيهان خاصنا ننسو دابا. كنرجعوا عند طاهر اللي عاود لمصطفى كلشي داكشي اللي وقع. قال لي انا راجع عندي مدحت وقال لي راه يمكن فيصل هو اللي اتصل بالبوليس وبرأك. وقلت ليه انت راه ما كتفهم والو في هادشي ديال البوليس. وطلعت نفس هي اللي قنعاتو. قال لي اخويا هاد المرة طلعت قويه. قال لي عرفتي ملي كنت في الحبس كنت كنظن انني ما غاديش نشوف اسيا شي 20 عام وشبعت بكى. عمري ما بكيت بحال هكا. لا بكيت في الموت ديال بابا حتى هو. وحتى ملي كنت في الاعدادي واش باقي عاقل؟ قال لي ملي طحت فوق الشجره وتهرست لي يدي. غيقول لي مصطفى قلت لا الراجل ما خصوش يبكي وتفكرت شحال من موضوع
وقلت مع راسي داك الحمق ديال طاهر ملي نهار العيد خلى كلشي وتبع نفس. علاش عاتبتو؟ كون مشات اسيا ما كنت غنتبعها ونقلب عليها؟ الراجل كتجي واحد اللحظه كيخلي الدنيا كلها موراه وكيتبع الحب ديالو. هذه هي الحياه. الله يوفقك في هذا الحب. قال لي شكرا لك اخويا. فعل اثناء جات اسيا ونفس. اسيا تقول لمصطفى راه تعطل الوقت، واش ما ناويش تنعس؟ قال لي لا. قال لي ايوا صافي خليك سهران، انا راه غنمشي نعس. مصطفى دغيا بدل الراي ديالو، قال طاهر ونفس تصبحوا على خير، وقت النعاس هذا. هما تيمشيو. نفس جلست حدا طاهر غيقول لها واخيرا. قالت لي لدابا مازال ما متاكداش. قال لها ما عندك مناش تخافي، فيصل اكيد كلا سمك القرش. واش عرفتي اشنو اكتر حاجه قهراني دابا؟ انني ما غاديش نقدر ناكل السمك لان البحر تسمم وهي غير مغوبشه. قال لي ايوا صافي بركه، راه كلشي سالا. لا مازال ما سالات حتى حاجه. ياك انتي اليوم كنتي غضربيني، واش نسيتي هادشي؟ قلتي لي انت تقدر تكون بطل ولكن زوج لا، داكشي علاش خاصك تضربيني هو الاول. قالت لي نضربك ماشي مشكل. قال لي اش هاد الهضره، شفتك وليتي قويه. غتقول ليه لان نفس اللي كانت كتخاف ما بقاتش. انا نفس كليلي وماشي مصلحتك تغلط معايا. انا مصطفى قال الاسيه ياك انتي اللي عيطتي ليا وجبتيني لهنا، ولاش دابا مغوبشه بحال هكا وجبتيني للغرفه باش تضربي معايا؟ انا راه اليوم راه خرجت من الحبس، واش ما كتفهميش؟ قالت لي واش كظن انني غنخاف منك؟ اللي في جهدك جريه. مصطفى يلا بدا كيتقرب من اسيه وهي ندخل عليهم سميه. غيقول لها امي؟ قالت لي امك. قالت لي اسيه امك دائما كتخسر لي اللحظات الزوينه في حياتي. سميه غتقول لمصطفى يلا معايا راه محتاجك في واحد الموضوع مهم. غيقول لها اشنو هو الموضوع بالسلامه؟ صافي حتى الصباح امي ونهضروا، دابا راه ماشي وقت الهضره. قالت لي وقت اش؟ قال لها امي سيري تنسي وارتاحي ليك مع راساتك وحتى الصباح ونهضروا. قالت لي يلا تبعني. غتقول لي اسيه واش غتمشي مع مصطفى؟ غتقول لي مو يلا تبعني شنو كتسنى؟ مصطفى مسكين تلف بيناتهم. غيقول لهم الصراحه في الحبس كنت مرتاح وهو انت خرجت بعمو. قال لي الله يخليك فهميني فاش غنهضروا؟ قالت لي ماشي هنا يلا تبعني. كنتقلوا عند نفس اللي دخلت للغرفه ديال الغيت. باستو هو ناعس وشحال وهي كتشوف جيهان. شدت ليها في يديها ودغيا حيدت منها. مشات للغرفه غيسولها طاهر واش هي بخير. قالت لي انت دائما كداوي لي الجروح ديالي ودابا انا غنداوي لك الجروح ديالك. وشحال وهي كتشوف فيه. قال لها تكلمي اشنو كاين؟ غتقول ليه قال لي فيصل غير دخلتي عند ديك العائله وجبتي المصائب معاك ليهم. كون ما كنت معاكم ما كانش خوك مصطفى غيدخل الحبس وما كنتيش غتضرب في رجلك. انا فكرت مزيان في هذا الموضوع. غيقول لي نفاس انتي قلتي لي بانك غداوي لي رجلي ودابا عوض ما تداوي لي هذا الجرح فتحتي لي جروح كثيره. غتقول لي انا غير. قال لي ما تقولي حتى حاجه، من الاحسن تسكتي يا نفس كليلي ما كاينلاش نهضروا في هذا الموضوع. قالت لي ولكن من قبل ما كنتش كليلي. قال لي منين تخلقتي وانتي كليلي؟ غير تعطلنا فاش تعرفنا على بعضياتنا. المهم دابا انك معايا. الله يخليك ما تبقيش تبكي، من اليوم الامور ديالنا كلها غتكون بخير. كنرجعوا لمصطفى اللي قال لمو الله يخليك اشنو هو الموضوع المهم اللي بغيتي تهضري معايا فيه؟ غتقولي ديك البنت اشنو كدير عندنا؟ قال لها واش كتقصدي اميره؟ قالت لي قال لها واش نزلتيني من الغرفه على قبلها؟ غتقول ليه من حنا عندنا وطيل اللي جاي دخل. غيقول لها البنت مسكينه راه يتيمه ما عندهاش فين تمشي، راه ولات امانه في رقبتك. غتقول لي انا ما كتعجبنيش.
قال لها وفين عمرك عجباتك شي وحده؟ واش كملتي هضرتك؟ قالت لي كملتها ولكن ما استفدت حتى حاجه. كان عليك تسمع كلامي وتقول لي واخا امي غنجري عليها دابا من الدار، غير كوني هانيه. قال لها حرام عليك امي، مسكينه البنت راه ما عندهاش فين تمشي. قالت لي ايوا انا راه ما مرتاحاش ليها، وزيدون ماشي بوحدها، جايبه معاها حتى اختها الصغيره. غيقولها غير ارتاحي دابا وسيري تنعسي، دابا نتلاقاو شي حل لهذا الموضوع. طلع للفوق وبدا كيفيق في اسيا، تلقاها ناعسه غير دار وكتشوف فيه وكتضحك. كان تاقلو النفس اللي قالت لطاهر انا اول مره شفت جيهان ما حسيتش باحساس الامومه. مثلا ملي غرق القارب عنقت غيت، وجيهان ما عنقتهاش في الاول. كون كانت بنتي كون عنقتها هي وغيت في نفس اللحظه. انا ما حسيتش براسي خايفه عليها، كاينه شي حاجه تما ماشي طبيعيه. انا فيصل قال لي بان بنتي ماتت مورا الولاده، ومن بعد انت قلت لي بنتك ما ميتاش، فيصل هو اللي خداها منك. وشوف هو اشنو دار، عطا بنتي لمرات نجيب، واميره كتظن ان جهاد اختها. وفجاه جا في بالي شي هضره كيقولها فيصل، سولها اشنو هي الهضره. قالت لي هو كيقول الامل اكبر تعذيب. كنقصد ان هاد البنت محال واش بنتي، وجابها غير باش يعطيني الامل، ومن بعد يقول لي هادي راه ماشي بنتك. هذه هي الهوايه المفضله عند فيصل، كيعجبو يدمر النفسيه ديال الناس. واش ما شفتيش اشنو دار في اميره؟ قال لها كنفهم ان جيهان ماشي بنتك. قالت لي ما عرفتش، ولكن كاينه شي حاجه ناقصه. مشاو للغرفه ديال الغيط وطلعوا عليهم ورجعوا للغرفه ديالهم. النفاس غتقول لفيصل اميره كتظن ان جيهان اختها، ما عرفتش اشنو غدير الا قلت ليها بانها بنتي. هي يلا مات ليها باها، تخيل انها تخسر حتى اختها. اشنو غندير طاير، انا راه تالفه. غيقول لها كاينه طريقه وحده باش نعرفوا الحقيقه، تحليله الA D N. قالت لي ما عرفتش اشنو هي النتيجه الصعيبه، واش تكون جيهان بنتي ولا ما تكونش بنتي. واش زعما هي الا كانت بنتي كيفاش ما حسيت بالامومه معاها، وإلا ما كانتش بنتي اشنو غيكون الوضع ديالها. غيقول لها الا ما كانتش بنتك غنقلبوا على باباها وماماها ونرجعوها ليهم، وإلا ما تلاقيناهمش غنعتبروها بحال بنتنا، ونسكتوا وما نفرقوش اميره على اختها. غتقول ليه الحب ديالي ليك كيزيد نهار على نهار. قال لها برافو عليك. نفاس شحال وهي كتشوف فيه، وقالت ليه بغيت نفكرك انني وافقت نكون مراتك بصح، ولكن انت مازال ما وافقتيش. واش فهمتيني؟ واش انا وليت مراتك ولا لا؟ غيقول لها ملي حليت الكفر في داك النهار وشفتك وليتي مراتي. قالت لي واش زعما حبيتيني من اول لحظه؟ قال لها قالت لي برافو عليك. في هذا المشهد بينوا داك الراجل اللي تلاقى فيصل وهو ومراته جايبين التقديه. غتقول ليه حنا ما عارفينش هذا الراجل، يقدر يكون مزيان يقدر يكون خايب، وإلا كان شي مجرم. قال لها ما كاينلاش تخافي، الراجل باين فيه غني وهربان من شي حاجه، وهو قال لي مني غتعاوني حتى انا غنعاونك. قالت له تيقتيه؟ قال لها تيقتو، وانتي ما تبقيش تدخلي في الامور الخاصه بيا. ودخلوا للدار وما تلقاوش في الغرفه. ومن بعد بينوا نفس هي وطاهر ناعسين شويه، بدات كتحلم ان فيصل دخل عندهم للغرفه وقتل طاهر. وفاقت مخلوعه غتقول طاهر فيصل راه ما ماتش، كنحس بواحد الاحساس خايب. قال لي هذا مجرد كابوس بلا ما تخافي. قالت لي لا هو باقي حي. وفي نفس الوقت بينوا فيصل كيزحف وتفكر ملي غرقوا طاهر، وكيقول انا غندمكم، غندير فيكم داكشي اللي عمري ما درتو لشي حد. فهاد اللحظه جا عنده داك الراجل اللي عتقو هو ومراته. غيشنق عليه فيصل، غيقول ليه يجيب لي تليفون دابا. قال لي صافي واخا غير كون هاني. ومن بعد بينوهم مشاو للدار، دخلوا فيصل الغرفه وعطوه التليفون. غيقول لهم يلا خرجوا عليا من هنا. غير خرجوا اتصل بإشراق وتلقى تليفونها مطفي،
ومن بعد اتصل بالمحامية. جاوباتو قالت لي شكون انت؟ قال لها انا فيصل. قالت لي منين جبتي هذا الرقم؟ قال لها سمعيني مزيان، بغيتك تلاقي ليا شي دار بعيده. قالت لي فينك واشنو واقع ليك؟ في الاول طلبتي مني نسحب الشكايه ودابا وهو انت قطع كلامها. قال لها سدي عليا فمك ونفدي داكشي اللي طلبت منك، بغيتك تلاقي ليا شي دار بعيده. قالت لي راه تم الحجز على الاملاك والحسابات ديالك كلها. قال لها دبري لي على شي دار دابا وغدا غيكون عندك الفلوس. وقطع عليها.